حلقة مهمة جدا. عايزين نعرف ايه اهم الاعشاب اللي المفروض ناخدها في خلال اليوم عشان تزود الانوثة وتعدل من المزاج وتخلي كمان في كولاجين وفي الاستين وفي مرونة وشكل حلو في بشرتنا. جميلاتي في كل مكان، اهلا بيكم حلقة جديدة مع دكتور شيري محي الدين ونار عيادات. علم الاعشاب بيقول ان في بعض الاعشاب خاصوا بيها البنات والنساء بصفة عامة، اننا لما بنستخدمها او بنتناولها بصورة دايما بتأثر في جمال البنت او جمال الست او مزاجها او الحاجات دي كلها. فتعالوا نشوف ايه اهم الاعشاب اللي ممكن نخليها في صورة مشروب بسيط ناخده كل يوم عشان يأثر معانا بان احنا دايما نبقى شباب ويبقى عندنا مرونة في جلدنا والكلام ده كله. اول حاجة هناخدها هي عشبة اللافندر. اللافندر بنسمع عنه دايما ان هو اكتر عشبة او اكتر نبات بيساعد على الاسترخاء، عشان كده بيعملوا زيت اللافندر للبيبي اللي هو بيعيط كتير او اللي انت عايزاه ينام ويبقى ريلاكسد. بيحطوا عشبة اللافندر في الحمام المغربي وفي السبا والحاجات دي عشان تعملي ريلاكسيشن لجسمك. كمان اللافندر من الحاجات المهمة قوي ان انت لو بتشربيها او بتاخديها كمشروب بصورة دايمة بيحافظ على ريلاكسيشن، بيخلي مزاجك دايما رايق، بيخلي عندك حاجات اللي هي مضادات الاكتئاب الطبيعية، يعني بيساعد على افراز الهرمونات اللي هي مضادات اكتئاب طبيعية في جسمك. فدايما حافظي انك تشربي اللافندر وبالذات في اخر اليوم، عشان مج اللافندر ده هيخليكي تنامي بريلاكس وتنامي مرتاحة. وعلى فكرة هو موضوع النوم ده له علاقة كبيرة جدا بالتجميل، يعني كل ما كانت الست او البنت بتاخد عدد ساعات نوم كفاية بالليل كل ما كان افراز الكولاجين عندها في مستواه الكويس او مستواه العالي. فاللافندر هو الريلاكسيشن بتاعنا اللي هنعمله مج قبل النوم ونشربه. تاني نبات هتكلم عنه النهاردة حاجة كده مهمة جدا بيسموها مشروب الملوك والأمراء، اللي هو الكرفس والبقدونس. احنا ممكن نشرب الكرفس والبقدونس بصفة دورية يوميا على الريق. عايزة اقول لكم انه له مفعول السحر في حاجات كتيرة قوي. اولهم ان هم اقوى مضادات اكسدة، بيحتووا على مادة السابونين والابيجينين وكذا مضاد اكسدة من اقوى مضادات الاكسدة اللي بتأخر الشيخوخة. خدوا بالكم الاكسده دي حاجه مش حلوه ابدا، اكسده بتموت الخلايا فبالتالي بتخليها تشيخ فيبقى جلدي كبير، انا صحتي فيها ضعف عام. الحاجات دي مضادات اكسده قويه جدا تمنع تكوين الخلايا السرطانيه. حاجات مهمه فيها كمان انها بتحفز الكولاجين للبشره والكيراتين للشعر. فالبقدونس ده له مفعول السحر للشعر، في نسبة كالسيوم عالية جدا فيحافظ على عظمك، على متانة الكتلة العظمية بتاعتك. الديتوكس اللي بيعمله البقدونس والكرفس بيخلي دايما وشك فيه نقاء. لا دي مواد بصراحة، هو فعلا مشروب الملوك والنبلاء. مشروب الكرفس والبقدونس هو من أقوى الحاجات اللي ممكن الست تستخدمها ويأثر فعلا في شكلها، في جمالها، في انك كمان تخسري وزن، انك تفقدي وزن، ان شهيتك تبقى مظبوطة ومعتدلة في خلال اليوم. دايما ابدأي يومك بمشروب الكرفس والبقدونس. تعالوا بقى نتكلم على النبات اللي بيسموه هرمون الأنوثة أو المعوض عن الأستروجين. النبات ده حاجة معروفة لينا كلنا، اليانسون. عايزة أقولك إن اليانسون ده المركبات بتاعته لما حللوه لقوا إن المركب بتاعه مشابه جدا لهرمون الأستروجين اللي هو الهرمون الأنثوي. فعشان كده اليانسون ده من الحاجات اللي ما ينفعش بنت ولا ست ما تشربوش في خلال يومها. اليانسون بيخلي صوتك هادي او ناعم او صوت انثوي اكتر. اليانسون ماده مضاده للبكتيريا والفطريات، يعني اي التهابات انت بتتعرضي لها هو غني جدا ان هو يقوم بدور المضاد الحيوي. وعشان كده كلنا لما بيجي لنا نزلات برد والتهاب في اللوز والتهاب في الحنجره والحاجات دي بنشرب اليانسون كتير، مش عشان هو بس مشروب دافي، لا، اليانسون من الحاجات مضاده للالتهاب والبكتيريا لدرجه ان احنا بناخد منقوع اليانسون وممكن نرشه في فروه الراس اللي فيها قشره كتير، لان هو مضاد للبكتيريا والفطريات المسببه للقشره. اليانسون بيستخدم للاضطرابات اللي بتيجي قرب البريود، الاضطرابات المزاجيه، التقلصات، الكلام ده كله. اليانسون بيستخدم للناس المينوبوز اللي هو يعني قرب انقطاع البريود، بيبقى فيه اعراض وبيبقى فيه زي هبات بيسموها حبات هرريه والكلام ده كله. اليانسون عنده القدره انه يعوضك على نقص الاستروجين في السن ده. ففعلا اليانسون نعتبره كده نبات بيقوم بدور الهرمون الانثوي في كل حاجه، فما ينفعش ابدا يومي يخلو من باكت ينسون.
اخر حاجه بقى هتكلم عنها هي الحاجه اللي بتهمنا كلنا، ان احنا كلنا عايزين نخس او عندنا دهون غير مرغوب فيها، دهون بقى الكرش والبطن والحاجات دي كلها. عندنا عشبه لو داومنا عليها بصفه دايمه هتخلصك من الدهون الغير مرغوب فيها على طول، هي الكمون. ناس كتير هتقولي ده الكمون ده ريحته صعبه وطعمه يعني مش مستحب صعب قوي ان انا اغلي كمون واشربه او انقعه والكلام ده كله. تعالي اقول لك على ان انا اشتريت الاختراع ده. الاختراع ده باكت فيه كمون عليه ليمون، يعني الطعم تحفه. عارفين طعم الحلبسه اللي احنا بنحب نشربها في الشتاء ده؟ هو ده نفس الطعم بالظبط، كمون بالليمون. يعني الليمون اللي هو فيتامين سي وحمض الاسكوربيك ومضادات الاكسده، والكمون اللي هو بيخلص الجسم من الدهون المتراكمه اول باول، وبيعمل حاجه مهمه جدا لكل مرضى القولون، وياما اكتر مرضى القولون في الستات والبنات. هو بيخلص الجسم من الانتفاخات، عسر الهضم، فدايما بتحسي ان شكل بطنك مرتاح. الكمون ده من المشروبات الهايله اللي ما ينفعش ابدا نستغنى عنها، خاصه اذا كنا من الناس اللي بتعاني شويه من تراكم الدهون او اللي عندها مشاكل في الهضم. والكمون بالليمون ده بصراحه هيغنيكي عن طعم الكمون الغير مستصاغ ده بالمره.